وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفيك يا مريم ويشفي كل مريض. طبعا كلكم عارفين ومعاصرين الأحداث اللي بتحصل الأيام دي في عيلة داوود، والجلطة أو شبه الجلطة اللي حصلت لمين؟ لبهتان، بيقولوا عندها اشتباه في جلطة. طب هو اللي عنده اشتباه في جلطة يا ولاد تدخل البث عند اختها وتتكلم، واختها عارفة اسلوبها وعارفة ان هي ولما تفوق وتعرف ان الكل عرف ان هي تقوم ابنها من النوم علشان يقوم يعمل بس. الولا يا ولاد عمال يمسح في شنبه، يساوي في شنبه بايده، ويعمل ويلعب في دقنته مدة كبيرة. انا مش عارفة يعني، في ارتباك، فيه لخبطة، فيه زي ما يكون قايم من النوم غصب عنه انه يقول الكلام ده، ومتحفظ الكلام اللي يقوله علشان يقدر يقوله. طب ليه دخلت من الاول؟ ليه ذكرت اصلا لبنى من الاول، او ذكرت اي حد؟ انت بتردي على حلمية، قشاتي كله. اتكلمت على هناء، واتكلمت على حلمية، واتكلمت على لبنى. ده انت شتمت ابوكي، وشتمت الدسوقي، وشتمت نرمين، شتمت العيلة كلها. ده انت خلاص المفروض ان هم يحجزولك في العصفورية على رأي اخواتنا العرب. في ايه؟ الدنيا بخير. كل ده علشان ايه؟ تقدري تقولي كل ده علشان ايه؟ علشان الفلوس؟ كل ده علشان تغطي على البلاوي اللي اتعملت في القاهرة؟ كل ده علشان تغطي على فلوس الدعم؟ فيه ايه؟ والاخر قنوات التطبيل الكلاب يدعوا على عيالنا وعلينا. ادعي على قد الظلوم. احنا بنطلع نتكلم على اللي انت بتعمليه وبتقوليه من بقك، ما بنزود حرف ولا بنقلل حرف. اللي انت بتقوليه في فيديوهاتك احنا بنطلع نتكلم فيه. مفيش اي قناة تطبيل ما عندهاش ريحة الضمير تدعي على اولادنا. انا واحدة من الناس ما بحبش الدعي على الاولاد، لا بدعي على اولاد حد ولا بجيب سيرة ولاد حد. حتى الكلام اللي اتقال عن يوسف انا مش راضية عنه، حتى لو صح ما يتقالش. احنا قلنا ولادنا خط احمر، لا حد يجيب سيرة ولادنا ولا نجيب سيرة ولادها، ولا حد يجيب سيرة ولاد برضو المحلاوي. الولاد خط احمر، ده لو فيه احساس وفيه دم. بس نعمل ايه ام الدواهي؟ انت السبب. انت ما خلتيش كل ولاد اخواتك ذكرتيهم، كل ولاد الناس برضو اتكلمت عنهم. فبالتالي اللي بيزرع بيحصد. انت مفكرة ايه؟ اللي بيزرع بيحصد. والصورة اللي منيمينك كنت بتكشفي دي استعطاف. ما تخافيش، لطيفة بعد قولة الاشتباه في الجلطة ديت
هتقل جيبها قوي قوي، وقليل ما عملتي جاموستين 3. ما تخافيش ما تخافيش. واول الغيث قطره جابوا جاموسه للحاج مصمص، جابوا جاموسه لجوز النايمه، هيجيبوا لك برضه ما تقلقيش. انا بستغرب ليه وعشان ايه؟ اختك طلبت منك تكونوا في حالكم، كل واحد في حاله، وفي كل واحد في محتواه. ايه اللي يطلعك تاني عليهم؟ ايه اللي يخليكي تجيبي سيرتهم؟ انت مش عايزه الدنيا تهدي. الدنيا مش هتهدى بالنسبه لك كان لما يروح فيها قتيل. والاخر يا انصاف العقول، يا اغبيه، يا متابعين ام الدواهي، داخلين تقولولي ان انا السبب. انا السبب في ايه؟ انا اللي ربيتهم تربيه فاشله؟ انا اللي صرفت عليهم مال حرام؟ انا اللي قلت ليها تطلع تبرى من امها؟ انا اللي قلت لها تقول ان اخواتي ماتوا؟ انا اللي قلت لها تسب بنت حلميه وتشتم فيها وتزهقها؟ انا اللي قلت لها تتكلم في سيره طارق وتجيب سيره طارق؟ يا عالم يا مغيبه يا قلالات الادب، يا اللي ما عندكمش ضمير ولا رحمه ولا رأفه. انت لو بتحبوها حقيقي كنت دخلت وقلت لها لما كانت تغلط اللي انت بتعمليه ده غلط، وان فضلت على الغلط دي احنا مش هندخلك. هي وغيرها اي قناه برضو تغلط يتقال لها كده. المتابع هو اللي عليه يأدب كل قنوات المحتوى او غير قنوات المحتوى. المتابع لو يدخل يقول لصاحب القناه انت عملت غلط في كذا، والغلط ده لو اتكرر احنا مش هندخل عندك، احنا ما نحبش ندخل في قناه مش كويسه، كان المتابع كان صاحب القناه احترم نفسه. لكن للاسف المتابعين بيبقوا شكل اللي بيتابعوهم بالظبط، وعشان اللي بتتابعكم مضلله انتوا كمان مضللين، حاطين في دماغكم وفي راسكم ان انتوا من اللي بتفهموا، وانتوا ما بتفهموش اي حاجه. لانكم لو بتفهموا هتقولي لها عيب بنت اختك ملهاش قناه، ما تجيبيش سيرتها، بطلي ما جايب في سيرتها. وارجع واقول انتوا اللي غلطانين يا حلميه. في المره الاخرانيه ديت كان في ايديكم تخلصوا كل المواضيع دي بوجودهم عندكم، تهجمهم عليكم كنت ثبتوا حالي. كان زمانهم واقفين في مكانهم دلوقتي، واتخذ عليهم تعهد بعدم التعرض. وحماده برضو غلطان اللي ما عملش نفس النظام وراح اشتكاهم وخد عليهم عدم تعرض. انا مش عارفه انتوا سكتوا ليه. القانون هو اللي هيحميكم، لا كلام ولا بسات ولا كلام فاضي من ده يحميكم. القانون اللي يحميكم. للأسف يعني كل حاجة عايزين يشيلوها القنوات الناقد، واللي ما عندهاش ضمير طلعت تدعي علينا وتدعي على اولادنا. ان شاء الله كل اللي بتدعيه يقع في حجرك ليك ولبناتك، عشان انا ما كنتش بحب اجيب سيرتهم، بس خدي بناتك مش احسن من بنتي ولا انت احسن مني. اللي تدعيه كله يبقى من حدك ومن نصيبك، والدعاء على قد الظلوم. انا لا بخاف من دعاء ولا بدعي على حد، وربنا عالم، ربنا عالم. المهم سيبكم من القلاضيش. انتي يا ام الدواهي انت فضلتي تعملي نفسك على رأي اللي بيقولوها تعمل نفسك ميت. اعملي نفسك عندك شبه اشتباه في جلطة علشان كل الانتقادات اللي حواليكي وكل المشاكل اللي حواليك. طب ما من الاول خليكي في حالك. عماله تقولي هخليني في محتواي مانيش هتكلم، وكنت بتضمضمي وبتزقي كلابك ان هم يتكلموا على اخواتك كلهم ما يسيبوش. يبقى ازاي الجو هيهدى؟ انت اللي مطلعاهم، والفيوسات عندنا بتثبت ان انت اللي بتخليهم يقولوا ايه وما يقولوش ايه. انما انت ما تصجريش ولا تقدري تلاقي لحد فينا فويس حد بيمليه
ولا بيقول له اي حاجه. انا الحمد لله علاقتي بحلميه من زمان مقطوعه، من زمان مقطوعه، اكراما لاختها. قالت لا عشان اختي ما تزعلش، يعني هي اقصل من ام الدواهي. فبلاش تعيشوا دور الضحيه، بلاش تعيشي دور الضحيه، بلاش تعيشي دور الضحيه. ولو عايزه تمشي صح امشي عدل يحتار عدوك فيك. انما انت للاسف الشديد عايزه تعملي اللي على مزاجك وتمشي جوزك وولادك كمان ماشيين على مزاجك وتحت رغبتك، وتعملي اللي تعمليه عادي مفيش اي حاجه. يا حاج يا حاج جوز الحاجه منى، يا حاج جوز النايمه، لو لاقيه لها كاسر يكسرها ولاقيه لها اخ تخاف كبير تخاف منه وتخاف على زعله كبير، ما كانتش هتعمل اللي هي بتعمله في اخواتها. ولو برضه اخواتها غلطوا فيه كنت انت وقفتهم، ما كانوش غلطوا فيه. لكن انتوا للاسف الشديد هي بتغلط وزي عامله زي اللي حاطه ايدها على راس الناس ومش عايزه حد لا يرد ولا يتكلم. لا، مفيش حد هيقبل الكلام ده، ولا حد هيرضى عن الكلام ده. اللي فيه لسان هيرد اهانته، مش هيصبر. الا بقى يا ولاد، تعالوا بقى اما اقول لكم ايه. افيونا نزل بايه؟ بمنتدى وبيقول ان صرمكم طالع منه وبتغيروا منه، وعلشان هي احسن منكم بتعملوا كده. هي هتمثل انها عندها اشتباه في جلطه ليه؟ يا اللي مخخكم مش عارفه ايه وقاعد يشتم على المتابعين ويشتم على قنوات النقد. قنوات النقد والمتابعين اللي انت بتشتم عليهم دي يا افيونه، يا اللي كل مشيك شمال في شمال، وكل فلوسك اللي بتتسدلك من عرق النسوان. المتابعين اللي انت بتشتم فيهم دول متابعيننا ومتابعين حلمية واخواتك، والقنوات النقد اللي انت بتشتم عليهم دول هم اللي كانوا شايلينك ايام ما كانت ام الدواهي بتشتم عليك وطلع عليك بسات وقاعده تقول عليك يا خمرجي، يا اللي صورت مراتك ويا اللي عملت ويا اللي سويت. احنا اللي وقفنا جنبك، احنا ومتابعين حلمية ومتابعين قنوات اخواتك ولبنى اللي كانت احسن من الراجل علشانك. بس انت ما تستاهلش، انت ما تستاهلش تسجد تقول لام الدواهي. انت جبت سيره لبنى ليه وجوزها لما قلتي ان اللي كانت ورث عمتها؟ تسجر تقول لها انت غلطت في اختك واتكلمت الكلام ده ليه؟ ما تسجرش ولا تقدر، لا انت ولا غيرك. عارف انت طالع الطلعه دي ليه؟ علشان حاطط في دماغك ان لا طفطف هتبعت بقى حاجه عشان الاضحيه، ويمكن بقى ينوبك من الحب جانب قرشين ولا حاجه تسد في ديونك يا عويل، تسد في ديونك يا عويل. انت اللي النسوان بتصرف عليك. يا سبحان الله، النسوان بتصرف على ابنك هنا، والنسوان بتصرف عليك وبتسد ديونك هناك في السعودية. فانت يعني مالكش اي مبدأ. فيعني لما تطلع تشتم ولما تطلع تقول اي حاجة فعادي، يعني لانك انسان ما عندكش مبدأ ولا في اخلاق معدومة. فبالتالي لما انت عدل قوي كده قابل باهانة نرمين وسب نرمين واشتمت حلمية ليه؟ ياللي ما عندكش ضمير. ما قلتلهاش ليه بتجيبي سيره ابن اختك كل شويه وبقت ترد في التعليقات على الناس وتشتم على طارق وتقول حرام الموتوسيكلات وبيعمل كلام حاجات مش كويسه وبيعاكس في الحريم. قالت عليه كتير وقالت عليه حرامي وقالت عليه حاجات كتير. يا عالم ياللي ما بتتكسفوش، يا عالم ياللي ما بتتكسفوش. ولا على ايه؟ اخوك كان لسه فاتح بس دلوقتي وبيقول عليكم انتوا عيله واطيه. هو عارف، هو الادرى بقى انتوا شكلكم ايه، بيقول ان احنا عيله واطيه.